السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم تاني في قناة بورصة ترند. النهاردة هنحلل مع بعض سهم شركة عامر جروب. سهم شركة عامر جروب دلوقتي في منطقة من 3 مناطق مهمة جدا جدا وعايزين نتكلم عليهم. مبدئيا كده السهم بصفة عامة هو كان صاعد، والقطاع العقاري في الحقيقة يعني بقاله فترة كبيرة قوي في اتجاه صاعد. فشركة عامر جروب مش مختلفة كتير على الموضوع، هي عملت قمة موقعين زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده وصلنا عند آخر مرحلة من أول شهر 12 2025، قامت عاملة قمة بالنسبة لها كانت القمة التاريخية. الكلام ده كان عند سعر 2 جنيه فاصلة 54. بعد كده صححت لحد القاع اللي عملته موجود قدامنا هنا، القاع ده عند الجنيه 71، وبدأت انطلاقتها الأخيرة لحد ما وصلنا عند القمة التاريخية الجديدة اللي موجودة عند سعر 3 جنيه للسهم. الكلام ده كان موجود عندنا بتاريخ 2 شهر 6 اللي احنا فيه ده 2/6، وبعد كده دخلنا في مرحلة تصحيح للسهم. لكن بصفة عامة احنا لسه في صعود، طالما احنا لسه في صعود فاحنا منتظرين نشتري من أماكن معينة. ما ظهرش دلوقتي لحد دلوقتي أي حاجة تقول لنا إن احنا نبيع السهم للناس اللي مستثمرة السهم على مدايات بعيدة وطويلة. ولكن بالنسبة للناس المضاربة فأتمنى تكون الناس خرجت من السهم وقللت خسائرها، لأن الأسبوعين اللي فاتوا دول بالنسبة لها كان في هبوط يصنف حاد بالنسبة للمضاربين، هبوط وصل لحد 17%. طيب بعد الهبوط ده هل المفروض نشتري دلوقتي ولا لأ؟ طيب والله أنا عندي المنطقة موجودة عند منطقة دعم اتلمست أهي، منطقة دعم محطوطة ما بين سعر 2 جنيه و52 و2 جنيه و44. أنا بالنسبة لي بصراحة أنا مش شايف دي منطقة شراء قوية، ولو هي منطقة شراء فهي منطقة شراء للمضاربين اللي بيشتغلوا على المدى القصير، بسبب اللي أنا متوقع جدا جدا إن السهم هيطلع يرتد. هيطلع يصعد شوية وبعدين يرتد الهبوط. طيب ليه الكلام ده؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، بعد ما اخترقت السهم القمة اللي فاتت دي وعمل قمة تاريخية، كون عندي نموذج الرأس والكتفين. النموذج ده نموذج انعكاسي قوي جدا بيدل على الهبوط لو هي اتجاه صاعد، وبيدل على الصعود لو كان اتجاه هابط. بس دايما النماذج بتاعتنا والنماذج السعرية دي لازم تكون مصطحبة بأماكن مهمة وأماكن عليها اهتمام. فالمكان اللي عندنا هنا اللي فيه الاهتمام هو القمة التاريخية. أنا ظهر لي منظر أو نموذج الرأس والكتفين في اتجاه صاعد بعد كسر القاع اللي قبله في قمة، فأنا متوقع جدا يحصل هبوط. وفعلا حصل عندي هبوط وصل لأول منطقة دعم عندي قدامي، اللي هي كانت يعتبر منطقة القمة اللي فاتت، وكسرها إلى أسفل. ودلوقتي واقف في منطقة الاهتمام الأولى. بس أنا بالنسبة لي ما أقدرش أقول إن أنا هشتري من هنا. أنا دايما لما بشرح لكم لو أنا هدخل أستثمر في السهم معاكم، وقرار الشراء أو قرار البيع ده قرارك أنت شخصيا. أنا بقول لك أنا لو كنت هشتغل إزاي وتوقعي هيكون عامل إزاي. فأنا مش هاشتري من المنطقة دي، لأن لو سحبنا الفيبوناتشي بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين السهم ده لسه ما وصلش ل50% تصحيح. دي أول نقطة. تاني نقطة تدعم الموضوع ده نموذج الرأس والكتفين بيكون عنده نسبة للتصحيح برضو أو طول للتصحيح. بنيجي من عند الرأس من هنا فوق وناخد خط مستقيم لأسفل من منتصف زي ما حضراتكم شايفين، ونسحب نفس الخط ده لتحت هنا بالظبط منتصف النموذج بتاعنا. هتلاقي عندك ان انت لسه، خلينا بس نظبطها اكتر من كده شويه، هتلاقي ان انت لسه عندك التصحيح ما اكتملش. يعني على الاقل ادي التصحيح ده 50%، يعني ممكن لحد هنا نبدا يبقى فيه كلام تاني. فانا بالنسبه لي لسه التصحيح ما انتهاش، لسه متوقع السعر فعلا ينزل اكتر من كده شويه. طب انا متوقع ايه الاسبوع الجاي؟ انا متوقع السعر يطلع زي ما هو بدا يعمل صعود كده. وعندي هنا تحت مؤشر الزخم، المؤشر الزخم عندي بدأ يظهر ضعف في الضغط البيعي، فده ممكن معناها ان يكون فعلا في ارتفاع الاسبوع اللي جاي. بس الارتفاع ده هيكون اتوقع لحد منطقة 2 جنيه و60 قرش، من 2 جنيه و60 قرش ل 2 جنيه 65 قرش مش اكتر. وبعدين متوقع السعر ينزل للمنطقة اللي هنا. المنطقة اللي هنا دي فيها احجام تداول عالية، يعتبر فيها سيولة، يعني سيولة شرائية. طيب المنطقة دي محطوطة عندي ما بين سعر 2 جنيه 41 و 2 جنيه 32، والمنطقة دي واقعة كويس جدا عند 50% تصحيح للفيبوناتشي. يبقى أنا مش متوقع صعود من هنا يكسر القمة. لو كان في صعود فهو مش هيكسر القمة، بس ممكن يعمل أرباح 3%،
4% زي ما هو موضّح قدّامكم كده، ما أظنش إن هو يعمل أكتر من كده للناس المضاربين اللي حابة تخش ممكن تخش مع افتتاح السوق المرّة الجاية، بس عند سعر 2 جنيه و60 قرش تطلع على طول كده أو على الأقل تأمِّن وقف خسارتك. تاني option واللي أنا أرجّحه برضه شوية هو المنطقة التانية دي، ودي منطقة شرا كويسة، كلامي هو واضح كويسة ولكن هي مش الأمثل وهنتكلّم في اللي جاي دلوقتي، اللي هي ما بين 2 جنيه 41 ل2 جنيه 32، أي حاجة في السعر ده أنت ممكن تشتري، بس هنا بقى تكون مستحمل إنك ممكن تاخد في خسارتك أو تكون محفظتك تستحمل خسارة لحد 10% أو 9% 10%. ليه اللي أنا باقول كده؟ لأن في منطقة تحت هنا، منطقة مهمة جدًا، جدًا، جدًا عند ال61% تصحيح فيبوناتشي، وهي منطقة ما بين سعر 2 جنيه و26 قرش و2 جنيه و19 قرش. المنطقة دي هي منطقة دعم زي ما حضراتكم شايفين لو حتى مديناها شوية كده شوية، هتلاقي المنطقة دي كان فيها تفاعل مرة، تانية، تالتة والرابعة والخامسة، ولمّا اتكسرت أنا مستني إن هي إيه، تيجي توصل لها. طيب هل ده سعر منطقي بالنسبة لإن إحنا القمة بتاعتنا هيبقى عندنا تصحيح من 3 جنيه لحد 2 جنيه 25، حوالي 25% تصحيح من سعر السهم؟ والله هو كل شيء وارد، بس بالنسبة لإن قطاع العقار الفترة اللي فاتت زي ما إحنا شايفين سهم بالم هيلز وسهم أوراسكوم وطلعت مصطفى بقى لهم فترة جدًا طويلة يعني طالعين لفوق زي ما بنقولوا عمالين يكسروا قمم ورا قمم ورا قمم، فأنا متوقع إن التصحيح ده هيقف عندي في المنطقة التانية، ولكن أنتم عارفين طريقتنا طيب في الشغل، أنا هاستنى من هنا أي إشارة تدّيني إن دخول مشترين أقويا أو دخول مشتري قوي يقلب السعر. طب النموذج ده ممكن يكون زي إيه؟ لاحظ حضرتك معايا الشمعة دي، دي شمعة بنسميها شمعة الهامر، شمعة هامر ولكن قفلت ب موجب أو قفلت بارتفاع. الشمعة دي كده بالنسبة لي تدل على الشراء، دي أول نقطة. تاني نقطة الشمعة دي واقعة في منطقة اهتمام، دي تاني نقطة. بس تالت نقطة اللي أنا باحب أشوفها دايمًا، باحب أشوف إن الشمعة دي اتقفل بعدها شمعة تانية موجبة تكسر القمة اللي قبلها زي ما حضراتكم شايفين على الرسم البياني. طيب اللي أنا باقوله ده، الكلام اللي أنا باقوله ده أنت ممكن تشوفه لو أنت بتتداول مثلًا مع شركة صندر، هتلاقي الكلام ده موجود على شركة صندر لو أنت عملت نموذج الشموع بدل الخطوط اللي هي بتكون محطوطة عادي خطوط، لكن أنت لو عملتها على الرسم البياني بالشموع هتشوف الكلام اللي أنا باقوله ده، أو من على trading view اللي أنا شغال عليه ده اسمه برنامج اسمه trading view، ده أشهر برنامج لتحليل الأسهم في العالم يعتبر. فأنا هاكون مستني للتأكيد الشرا من على الرسم البياني إغلاق شمعة أكبر من دي، ده يدل إن لأ فعلًا في قوة شرائية ظهرت في المنطقة دي وهي واقعة في منطقة اهتمام وأنا آخد السهم وأكمل. ولكن زي ما قُلنا يعني لو حضراتكم فاكرين معايا، لأ أنا مستني الكلام ده يحصل فين؟ يا المنطقة اللي هنا دي ما بين 2 جنيه 41 و2 جنيه 32، أو لو السهم وصل في التصحيح ما ادانيش النموذج اللي اتكلمنا عليه فوق ده، وصل المنطقة دي ما ادانيش النموذج ده، ولقيته كسر المنطقة لحد هنا، أنا هاشتري بدون تفكير بصراحة يعني، لأن ده أكتر مكان ممكن تشتري منه مضمون، وهيكون وفْق خسارتك. لو قُل أحسن حاجة تحطه تحت سعر 2 جنيه فاصلة 05 قرش أو حتى 2 جنيه فاصلة 10، أنت كده في الأمان، الأمان، الأمان. 2 جنيه فاصلة 10 السهم لو كسر السعر ده أتوقع له مزيد من الهبوط، ودي كده تكون بالنسبة للسهم خسارة كبيرة جدًا، 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 أو بالنسبة للشركة خسارة كبيرة جدًا، جدًا. يبقى أنا عندي منطقتين للشرا دلوقتي اللي أنا شخصيًا أرجحهم، هي عند سعر 2 جنيه 41 قرش أو 2 جنيه 32 قرش، ولكن ده بعد تأكيد، ولو ما حصلش تأكيدات والسهم نزل لحد 2 جنيه 26 قرش هاشتري بدون تفكير، وقتها هتكون مكاسب حضرتك أول هدف تبيع عنده هو 2 جنيه و60 قرش 17% مكسب، وتاني هدف تبيع عنده جزء تاني 24% عند 2 جنيه 78، وآخر حاجة إنك تسيب جزء من أسهمك لحد القمة اللي فاتت اللي هي 34% مكسب عند 3 جنيه السهم. أتمنى تكون استفدتوا حاجة، وزي كل مرة متنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.